صباح الخير على كل المشاهدين، اهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بيكم معانا في حلقه جديده ولقاء جديد في حياتنا. يوم سعيد يا رب على حضراتكم. كتير الحقيقه بنتكلم منذ سنوات مش بعيده، لكن يعني ظهرت فجاه كده في مصر يمكن عدد من المحافظات او القاهره تحديدا وعدد من المحافظات الكبرى فكره العشوائيات. اللي يبص على القاهره من سنوات مش بعيدة ما يشوفش فيها هذا الكم من العشوائيات اللي موجودة حاليا. أيضا عدد من المحافظات زي ما بذكر، بس يمكن القاهرة عليها العين والاهتمام الأكبر لأن هي بتحتوي الحقيقة على أكبر أماكن للعشوائيات. في اهتمام من قبل الدولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدليل طبعا لما كنا بنتابع جميعا من قريب الحي الأسمرات اللي تم نقل أهالي الدويقة لهذا الحي. في اهتمام حتى من الجمعيات الأهلية بفكرة تطوير العشوائيات، بفكرة أنه في رفض الحقيقة عامة بفكرة هذا المشهد ووجود هؤلاء الناس في أماكن خطرة بالفعل، في أماكن غير آمنة. الموضوع محتاج تمويل عالي جدا، محتاج جهد علشان نتحول من هذا المشهد لمشهد حضاري. اللي بيتم في الوقت الراهن لتطوير العشوائيات ده هيكون موضوع لقائنا النهارده مع حضراتكم ومع ضيفنا اللي هيشرفنا بعد شويه. خلينا نبتدي معاكم باخبارنا، واول خبر معانا طبعا معظم الناس تابعته طوال الليل، محاوله انقلاب فاشله في تركيا. قال رئيس الوزراء التركي أن الوضع في البلاد تحت السيطرة إلى حد كبير، مؤكدا فشل محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة من الجيش. وأعلن في حديث لمحطة تلفزيونية فرض حظر طيران في سماء العاصمة أنقرة. وشهدت مدن تركيا عدة مظاهرات حاشدة احتفالا بفشل المحاولة الانقلابية التي خطط لها رئيس الأركان وفق وكالة الأناضول الرسمية. واستجاب الآلاف من الأتراك لدعوات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي للخروج في مظاهرات شعبية لإفشال الانقلاب. خلال اتصال هاتفي السيسي يؤكد تضامن مصر مع فرنسا في معركتها ضد الإرهاب. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أعرب خلاله الرئيس عن خالص التعازي باسم مصر حكومة وشعبا في الضحايا الفرنسيين الذين سقطوا جراء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مساء أمس الأول في مدينة نيس الفرنسية. كما أعرب عن مواساته لأسر الضحايا وذويهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد الرئيس خلال الاتصال دعم مصر الكامل لفرنسا وتضامنها معها في تلك الظروف العصيبة. وأدان الرئيس الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره لعلاقة الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين والتضامن بينهما لمواجهة الإرهاب. وأشاد الرئيس أولاند بالتعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات، معربا عن تطلعه للارتقاء به إلى آفاق أرحب. ثالث خبر معنا مشاهدينا، رفض 60,000 طن قمح أمريكي لزيادة الإرجاط. أعلن دكتور عصام فايد وزير الزراعة أنه تم رفض شحنة قمح من الولايات المتحدة الأمريكية تزن 60,000 طن، وذلك لإصابتها بنسبة أكبر من المسموح بها عالميا بفطر الإرجاط، وهي 0.5% التي تسمح بها المواصفات القياسية المصرية وهيئة دستور الغذاء العالمي كودكس. وأشار أنه تم رفض الشحنة مرتين بعدما تقدمت الشركة بطلب إلى لجنة التظلمات بالحجر الزراعي المصرية يوم 10 يوليو الحالي لإعادة فحص الشحنة من جديد، وهو ما تم بالفعل في اليوم التالي للتظلم بمعرفة معهد بحوث أمراض النبات، لافتا إلى أن نتيجة الفحص المعملي أثبتت احتواء العينة على الأجسام الحجرية لفطر الإرجاط بنسبة أكثر من المسموح بها. قبل ما نستكمل اخبارنا نتعرف كمان على الحاله الجويه من الدكتور وحيد سعود المتحدث الرسمي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ غالي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك ومنورنا. واخبار الحاله الجويه ايه يا فندم؟ شكرا لسيادتك يا فندم. النهارده طبعا الجو صيفي حار راكب على القاهره، والوجه البحري شديد الحراره على الصعيد.
معتدل فقط على المدن الساحليه. نعم. خاصه محافظتي اسكندريه ومطروح هم الافضل بالنسبه لدرجات الحراره، وعموما بالنسبه للاحوال الجويه ده خلال ساعات النهار. اما ليلا فالجو لطيف على كافه الانحاء. الحمد لله خلال هذا التوقيت مستوى الرطوبه على الطرق يسمح بحركه السفر والمرور، وهناك بيانات سير نشاط الرياح على القطاع الغربي للبحر المتوسط بيؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه عند الشواطئ المطله على السلوم ومطروح. اما باقي البحر المتوسط والاحمر مهيئان تماما الشواطئ المطله عليهم، وعموما عمليات الصيد والملاحه البحريه. نعم. هو احنا دايما بننسى يا دكتور وحيد، يعني هو ده المعدل الطبيعي لشهر يوليو ولا هو حر زياده او الرطوبه مرتفعه؟ لا الصيف حضرتك، بس في الناس بتنسى. ما احنا احنا عارفين الصيف دايما بيبقى حر ورطوبه، بس يعني شهر 7 وشهر 8 من اسخن شهور السنه. صحيح. سواء بالنسبه لدرجات الحراره او ارتفاع نسبه الرطوبه حضرتك، ولذلك احنا بنتوقع ان الجو ده يستمر النهارده وبكره، يمكن بس يوم الاثنين والثلاث في تحسن طفيف في الاحوال الجويه بانخفاض 3 درجات، لكن درجات الحراره هتعاود ارتفاعها. لكن الرطوبه نسبتها واحده مش هتتغير يعني حتى مع انخفاض؟ لا مش هتتغير، لا عاليه يا فندم. عاليه قوي. الدكتور وحيد كنا سمعنا حتى كان في بعض المحطات الاذاعيه كانوا بيتكلموا في هذا الموضوع انه شهر 8 تحديدا، يعني في كلام على شهر 8 بناء على ابحاث ودراسات بان لا انا نسيت الكلام ده تماما اول امبارح في جريده الاهرام والجمهوريه. وعلى لسان الهيئه طبعا حضرتك ان الكلام ده مش مظبوط بتاتا حضرتك يعني. هو شهر 8 هو اصلا درجات الحراره مرتفعه فيه والرطوبه، لكن ما فيش شيء جديد يعني عشان نثبت. مش عارفه طبقات الارض ايه وبتتخلص من حراره ايه، ويعني حاسه ان الكلام حرقت علينا من فوق ومن تحت. يعني مع احترام اللي طلع الخبر، هو مش ليه اختصاص زي الارصاد الجويه. نعم. لكن ده كلام عاري من الصحه، هيبقى شهر 8 الحر المعتاد بتاع شهر 8 يعني. بالظبط يا فندم. بالظبط. أما أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخلة، ويومك سعيد بإذن الله. شكرا لحضرتك. دكتور وحيد قال إنه اسكندرية الشواطئ فقط هي اللي يمكن الجو فيها معتدل، فنحاول بقدر الإمكان كده، وخاصة قبل الدراسة اللي هتعود مرة أخرى، نلحق كام يوم في كل اللي يقدر يسافر يستمتع بهذه الأجواء يروح. هنكمل اخبارنا. تقدير الدرجات وتحديد اوائل الثانويه العامه الاسبوع المقبل. نسبه النجاح بالتاريخ 86%، الديناميكا 93.5%، الجيولوجيا 85.3%، ده بالعينه العشوائيه. اعتمد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربيه والتعليم الفني نتيجه تقدير العينه العشوائيه لاوراق اجابه امتحانات ماده الجبر والهندسه الفراغيه بامتحان شهاده الثانويه العامه الدور الاول نظام حديث للعام الدراسي الحالي، وبلغت النسبه المئويه للنجاح طبقا لعينه ماده الجبر والهندسه الفراغيه 89.2% مقارنه بنسبه النجاح في العينه الماده بالسنوات السابقه، حيث سجلت العام الماضي نسبه 84%، بينما كانت في 2013-2014 89.1%. كما اعتمد الوزير نتيجة تقدير العينة لأوراق إجابة امتحانات مادة الديناميكا، حيث بلغت النسبة المئوية 86% وبمقارنة بنسبة النجاح في العينة المادة بالسنوات السابقة، وتبين أنها سجلت في العام الماضي 80.6%. بينما كانت في عام 2013 و2014 نسبة 83.5%. عموما غدا لناظره قريب زي ما بيقولوا، ايام بالتأكيد قليلة وهتظهر علينا نتيجة الثانوية العامة. يا رب بالتوفيق للجميع. ما في شك انه الطلبة والطالبات والاباء والامهات تعبوا تعب شديد جدا هذا العام، سنة مختلفة الحقيقة يعني، مش هتتنسي يعني. كل اللي كان في هذه السنة هذا العام هيفضل مدى الحياة فاكر الثانويه العامه 2015-2016. دي كانت اخبارنا. قبل ما اسيب حضراتكم للفاصل نتعرف سريعا على اسعار الذهب. سعر الذهب عيار 24 بقيمه 473 جنيه، سعر الذهب عيار 21 415 جنيه، سعر الذهب عيار 18 جنيه عيار 18 ب 357 جنيه، سعر جنيه الذهب بقيمه 3320 جنيه. دي كانت اخبارنا واسعارنا للنهارده. استاذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع نرحب بيكم وبضيفنا. هنتكلم معاه النهارده عن تطوير العشوائيات مش فقط في القاهره ولكن في المحافظات ايضا.
اعرف اخبارنا وشاهد برامجنا بس مباشر على موقعنا. تابعونا على موقعنا الإلكتروني للقنوات المتخصصة. 71 مراكز القوى والدستور، 72 الخبراء السوفيت، 73 معركة اكتوبر، 74 الانفتاح، 75 افتتاح قناة السويس. لن يستطيع أحد بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة المصريين، إرادة المصريين اللي غيرت في 25 يناير وفي 30/6 غير قابلة أبدا إن حد يستطيع أن يقتل هذه الإرادة. تحيا مصر، تحيا مصر. اهلا بكل مشاهدينا مره تانية، برحب بحضراتكم. احنا معاكم على الهواء مباشره، وزي ما نوهنا في البدايه بنتكلم عن تطوير العشوائيات في مصر. جهد مبذول طبعا، المساحات اكبر، محتاجين لوقت، محتاجين لاموال، محتاجين تطور جهود لوزارات مختلفه وهكذا. طبعا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان عن انجازات الوزاره خلال العامين الماضيين، انه في مجال تطوير العشوائيات تم الانتهاء من تطوير 37 منطقة ب15 محافظة لخدمة 105,000 نسمة بتكلفة 2.8 مليار جنيه، كما يجرى تطوير 66 منطقة ب18 محافظة. وصلنا لحد فين؟ ماذا سيتم في المستقبل القريب؟ ده هنتكلم فيه مع ضيفنا المهندس أسامة إسماعيل، إدارة متابعة مشروعات الجمهورية بصندوق تطوير المناطق العشوائية. أهلا وسهلا بحضرتك. بنقول إنه حسب ما أذكر إنه فكرة العشوائيات دي ما كانتش موجودة في مصر لغاية سنوات قريبة، مش هتكلم يعني مش قرن من الزمن، أقل من كده بكتير ما كانش في هذا الشكل من العشوائيات. يمكن القاهرة خدت النصيب الأكبر، لكن هناك أيضا عدد من المحافظات اللي فيها عشوائية بشكل كبير. الاهتمام في الوقت الراهن حسب التصريحات بأنه في اهتمام أيضا بالمحافظات. بدينها ازاي، او المشروع وصل لغايه فين، او ايه من اكثر المحافظات بعد القاهره محتاجه لتطوير العشوائيات؟ مساء الخير. الاول صباح الفل. صباح النور. اول حاجه العشوائيات هي بادئه من زمان، كان ليها اسباب معينه عشان العشوائيات تبدا تظهر، منها الهجره من الريف للحضر. يعني في معروف في مصر ان في محافظات طارده للسكان، في محافظات جاذبه للسكان. القاهره اكبر محافظه على مستوى الجمهوريه كاذبه للسكان. يعني انا مش عارفه هي بتكذب في ايه دلوقتي، خلاص يعني هم خدوا كل حاجه ما بقاش في حاجه اكتر من كده. يعني القاهره فيها ميزه ممكن ما تكونش موجوده في كل محافظات مصر. يعني هي متمركزه بين الدلتا في الدلتا والصعيد، فيها كل الجهات الحكوميه كلها موجوده هنا، فيها فرص عمل كتير قوي. يعني دي اكبر محافظه كاذبه للسكان، واقل المحافظه الطارده، اكبر محافظه طارده للسكان هي الفيوم. وفي تناقض عندنا في العشوائيات، ان الفيوم بقت محافظه غير، طلعت من مبدا غير امنه بقت محافظه امنه.
الموضوع دلوقتي لازم نشوف حلها ايه. كل منطقه لها طابع خاص، حتى في القاهره كل منطقه لها طابع خاص. العشوائيات موضوع كبير كبير طب جدا. ايه شكل الاختلاف، او هل هناك اختلاف في التعامل مع العشوائيات في المحافظات الكبرى زي القاهره مثلا، وفي المحافظات الاقل زي ما حضرتك بتتكلم على الفيوم مثلا كمحافظه اصغر، او في محافظات ثانيه اصغر حجما او اقل، يعني التعامل بصفه عامه في الريف غير الحضر في التعامل مع العشوائيات؟ اولا صندوق تطوير العشوائيات ملزوم بالجزء بتاع المدن فقط لا غير، اللي بيشتغل في المدن فقط. اما اشتغل في وادي بحري غير ما اشتغل في وادي قبلي، لان طبيعه الناس وطبيعه المنطقه وطبيعه الجو وطبيعه التربه وطبيعه المنطقه كامله لازم لها اعتبارات تانية في التصميمات وفي التعاملات مع الناس. يعني في القاهره حضرتك شفت مشروع الاسمرات، ده انا بسميه كومباوند الاسمرات. في عندنا في الصعيد لازم لها طابع خاص، لازم نقعد مع الناس ونشوف هم رايهم ايه ونطبقه طبقا للنماذج الموجوده في المدينه دي او في المحافظه دي. يعني الموضوع مش موضوع انا ابني مباني وانقل الناس من العشوائيات واحطهم في مباني بس، لا، لازم هم يخشوا معانا مشاركه، لازم يبقى في ثقه بين الحكومه والناس، لازم الموضوع ده يمشي بالتوازي، مش اخش ابني مباني وهد العشش وانقل الناس، لا خالص. طب هو هنا المقصود بالعشوائيات فقط اللي هي المناطق اللي ظهرت فجأة مش واصل لها مرافق، ولا هي المناطق الخطرة زي اللي كانت منطقة الدويقة؟ يعني تصنيف العشوائيات ايه؟ احنا بنصنف العشوائيات لخمس درجات. الدرجة الأولى ودي أخطر درجة، اللي هي موجودة على سفوح الجبال أو موجودة في مخارج السيول، ودي لازم نتدخل فيها. واحنا بدأنا من السنة اللي فاتت مولناها جميع المناطق على مستوى الجمهورية، خلصت تمويلها. الاجراءات عشان تبدا تتطور دي بتاخد وقت شويه، بس احنا بنتابعها مباشره يكاد يكون يوميا بالتليفونات او بالزيارات. بتتابعوا ايه بالظبط يعني؟ احنا بص حضرتك المناطق اللي في سفوح الجبال او على مخارج السيول او مناطق خطره جدا على الناس كده ممكن تموت، بنحاول قد ما نقدر نتواصل مع المحافظه عشان نشوف مكان بديل ننقلهم فيه. املاك دوله طبعا انت عارفه، املاك الخاصه محفوظه بالقانون، فلازم نشوف الاملاك الدوله فين عشان نبدا نبني للناس اللي في المنطقه الخطره دي ونبدا ننقلهم بسرعه زي الاسمرات. يعني نبني وبعدين ننقلهم، مش لو هم في منطقه خطر قوي انقلهم في حته مؤقته لحين ما حصل ونقلنا 6 اكتوبر. بس احنا حتى الدكتور احمد درويش نائب وزير الاسكان قال ان مش لاقيين لهم فرص عمل في 6 اكتوبر. فاحنا دي مشكله كبيره خصوصا في القاهره، فعشان كده خلصنا موضوع الاسمرات. مشروع الاسمرات ده موجود يعتبر جنب منشيه ناصر او الدويقه، فسهل ان هم يشتغلوا في نفس الاسلوب اللي كانوا بيشتغلوا فيه. بس احنا بنحاول نطور الانسان كمان، مش بنطور مباني بس، بنشتغل حاجه اسمها برامج اجتماعيه واقتصاديه. لازم ننمي الانسان ونشوف فكره ايه ونشوف يقدر يشتغل في ايه، مش كل حاجه لازم تبقى عشوائي حتى في فكره، لا بنحاول ننمي فكره كمان. الموضوع ما هوش مباني، ما هوش ابني بيت، لا الموضوع كله لازم انقل مستوى الراجل ده او العيله دي من المستوى العشوائي للمستوى المتمدن والمتحضر. ما هو ده احسن زي ده كان في بعض الناس الحقيقه كانت وجهه نظرهم حتى يعني مع فرحه الناس بوجود حي الاسمرات، الا انه في بعض الناس كانت بتفكر بشكل مختلف، انه ده شيء رائع ومجهود من الدوله واهتمام من رئيس الدوله، ولكن الشخص نفسه اللي انت هتنقله من حي الدويقه عشان توديه حي او من اي حي عشوائي هو اتربى وعاش وتطبع بهذا الشكل من العشوائيه، بيتمتع في بعض، مش هعمم، بيتمتع بجهل، بفقر، بمرض، بلا علم، بلا يعني بحاجات كتير قوي، وبنقله فجاه لحياه مدنيه وبطلب منه ان هو يحافظ عليها. ما انا محتاجه هو كمان اخلصه من العشوائيه الداخليه. طبعا ده لازم. انت حضرتك ال5 بنود اللي انت قلتيهم، اللي هو التعليم والصحه والفقر والرقم الثبوتيه والحاجات دي كلها، بنبدا نشتغل فيها قبل ما ننقلهم. يعني في بنود 5 بنشتغل فيهم في البرامج الاجتماعيه والاقتصاديه، منها اصدار بطاقه الرقم القومي، لان اغلبيتهم مهاجرين جايين من الريف للحضر، معهمش بطاقه اصلا، ما عندوش اثبات الملكيه ان هو يقدر يمضي عقد مع الدوله عشان يقعد في دي حاجه. بنعلم رب الاسره، بنشوف اكبر واحد في العيله بنعلمه حرفه اذا كان مش متعلم. ست البيت لازم نعلمها حاجات حرفيه داخل البيت وخارج البيت، الحاجات دي كلها لازم نشتغل فيها. بنعلم ازاي هو يتعامل مع الشقه الجديده اللي هياخدها. يعني هو دلوقتي قاعد في عشه، العشه حاجه غير ادميه، هو مظلوم ان هو قاعد في الحته دي، بس هو اتاقلم عليها، بس اسلوب الحياه بتاعته صعبه. يعني اقول لحضرتك حاجه، في منطقه اسمها الصحابي في اسوان، واحده عندها 102 سنه وقاعده في بيت او في عشه، ولادها كلهم ماتوا ودفنهم في نفس المكان، دي في منطقه الصحابي. دي هتعملي لها ايه؟ دي هتحل لها موضوعها ازاي؟ احنا عملنا مخطط للمنطقه بتاعت الصحابي، والجزء اللي هي دفنت فيه الاولاد ده مكان البيت هيكون بتاعها في الحته دي. فلازم اقعد معاها اشوف، لازم اقعد انت عايزه ايه وهنعمل ايه والقانون بيقول ايه، واجمع ده كله وهو يقول لي انا موافق ابدا اشتغل. ده اللي احنا بنشتغله دلوقتي. الموضوع كله مش انا هبني واسكت، لا لازم هو يقول لي انا عايز كذا وانا اطبقه. يعني هم طلبوا في منطقه الصحابي مثلا في اسوان، طلبوا شارع اسمه شارع الصحابي. ما ينفعش اعمله، القانون ما ينفعش، ما يدينيش فرصه ان انا اقدر اعمله، بس حاولنا نطبع المنطقه وعملنا شارع اسمه شارع الصحابي. الناس كلها تقبلت المشروع تماما،
ونفسهم يخلص النهارده قبل بكره، وكانوا من عائلتين اسمها الهلاليه والدبوديه اللي كان فيهم مشاكل قبل كده. عارف. فالناس اقعدي معاهم نتكلم نوصل لحل، نطبق القانون، كله هيتقبل زي الاسمرات بالظبط. ايوه. طب في حاجه كمان في نجع حمادي في ترعه الدمرانيه دي وصلت لايه وحصلت ده مشروع ترعه الدمرانيه ده خلص وانتهى وتسكن الناس. المشروع ده كان بيكلف 27.5 مليون جنيه. بنبني 13 عماره، بنسكن حوالي 950 ل 1000 نسمه في المنطقه. الموضوع ده خلص تماما. لسه في حاجه اسمها البرامج الاجتماعيه والصيدليه اللي كنت بكلم حضرتك عليها ديت، احنا اشتغلنا فيها جزء في الاول، وبعدين حصلت بعض الازمات في اوقات الحكم والحاجات دي كلها، فاحنا دلوقتي بنبدا نكمل البرامج الاجتماعيه والصيدليه، وعلى وشك ننتهي فيها يبقى المشروع تماما خلص. انما الناس نقلوا فعليا وسكنوا فعليا، والمحلات اللي تحت اتعمل عليها مزادات للناس اللي موجوده وبداوا يشتغلوا بيها. طبيعتهم كان طبيعه ريفيه نوعا ما، فبنحاول المنطقه الخلفيه للعمارات اللي احنا بنيناها بنحاول نطبعها طبقا لظروفهم. المشروع لازم يمشي كده، مش ابني وخلاص، لا هم طبيعهم ريفي، فلازم نديهم الطابع ده شويه. طب انا هرجع تاني للنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، ويمكن تفرعنا منها نقطه اخرى، فكره التحديد العشوائيه، على اساس انه دي منطقه زي ما كنت بقول لحضرتك خطر جدا. في مناطق اخرى اقل خطوره، لكن مثلا مش واصل لها مرافق، ما عندهمش حتى اسفلت، الشوارع ضيقه لدرجه انه لو حصلت لا قدر الله حريقه مثلا عربيه المطافي ما تقدرش تدخل، لو اسعاف ما تقدرش تدخل، وهكذا. مين يعني دول بتخليهم للاخر، يعني بتحدد ازاي؟ لا مفيش حاجه اسمها عندنا اسمها الاخر، دول احنا بنسميهم مناطق غير مخططه. دول مباني كويسه جدا، المساحات نوعا ما كويسه جدا، بس زي ما حضرتك قلتي الشوارع ضيقه، مفيش اي مستويات من مستويات المرافق كامله. بالظبط. احنا اشتغلنا فعليا في القاهره والجيزه في حوالي 47 منطقه، عملنا سفلته وعملنا اناره، كوابيل واعمده. الاعمده في الشوارع اللي اكبر من 4 متر، والكوابيل على المباني في الشوارع اللي اقل من 4 متر. عملنا حنفيات حريق ولازم نطبقها طبقا لخطوط الماء اللي موجوده اللي احنا توصلناها. عملنا شبكه صرف صحي كامله متكامله. الحاجات دي كلها اشتغلنا فيها، واشتغلنا بقول لحضرتك خلصنا القاهره والجيزه 47 منطقه في خلال السنه اللي فاتت. دلوقتي احنا بنبدا نشتغل في كل مدن محافظات الجمهوريه في الغير مخطط، فبنطلب مقايسات للمناطق اللي هتنفذ دي، مقايسات تقديريه من المحافظه، بنبدا نشتغل عليها ونعمل خطه عشان نبدا ننفذ. في الفتره اللي جايه هنبدا نشتغل في حوالي 25 منطقه تانيين على مستوى الجمهوريه. ده غير المخطط. ده بعيد شويه عن ملف العشوائيات اللي هي الخطره، بس طبعا لازم نمشي بالتوازي، مش همشي بس في العشوائيات بس او الناس المناطق المتهالكه بس. طب المناطق المتهالكه او اللي هي المناطق الخطره، بعد ما بيتم نقل السكان منها بتعمل ايه في المناطق دي؟ حضرتك هضبه الدويقه مثلا لما وقعت بنعمل دراسات جيولوجيه للمنطقه، وبنشوف الحته الخطره فين، ونبدا نمنع تماما اي حد يتعدى عليها. والمناطق اللي تسمح اللي هي بعد كده نبدا نشتغل على اساسها، بنحطها لاملاك دوله، ونبدا نشوف ايه الحرف او ايه مش الحرف، ايه الخدمات اللي نقدر نحطها في المنطقه دي. بنبعد على قد ما نقدر نبعد السكان على المناطق دي خالص. لا اصلا هو في تخوف انه ممكن بعد فتره تلاقي الناس رجعت اماكن او باعتها لناس ثانيه وهكذا، يعني احنا يعني بتحصل. خلينا طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر نبعدهم عن المنطقه دي باي طريقه. ما هو لو لقى مكان كويس وغير اللي كان قاعد فيه عمره ما هيرجع هنا تاني. بس الناس اللي جايه من الريف ممكن يلاقوا الحته دي ويقعدوا فيها تاني. بنحاول نستغلها كخدمات، يعني ممكن في المناطق دي ممكن نلعب ملعب كوره، وحده صحيه صغيره، مخازن، شون، حاجات زي كده عشان نبعد الرجل تخش المنطقه دي تاني او تبني عشه في المنطقه دي. ايوه. بس انما على قد ما نقدر لازم نبعد الناس عن المنطقه دي خالص. هضبه الدوام وقعت، كانت في مشكله خطيره حصلت في مصر، وكان حاجه مش سهله. طبعا ناس كتير ماتت. ايوه بالظبط. احنا السنه اللي فاتت كان في جزء من هضبه الدوام كان بيقع، واحنا نقلنا الناس قبلها ب 48 ساعه. ما نعرفش ان هي تقع، بس التقارير الجيولوجيه اللي اتعملت في خلال السنتين اللي فاتوا قالوا ان في خطر صعب، فنقلنا الناس. 6 اكتوبر وقعت بعد 48 ساعه من اخر واحد طلع من المنطقه. الموضوع مش كله مش ان انا اطبق القانون بس، لا لازم اجيب الناحيه اللي تفهم في الموضوع ده وتقول لي الموضوع ايه. نعم. يعني هل بننتظر لما يبقى في شكاوى من المواطنين مثلا، او ننتظر الكارثه تحصل زي جزء من هضبه الدويقه لما وقع، ولا بتبحثوا عن، يعني بتقولي اكتر مناطق، عدد من المناطق سواء في القاهره او في الجيزه، هل الصندوق اللي بيقوم بالبحث عن هذه المناطق يعني بيتم التقييم المنطقه دي عشوائيه ومحتاجه لاعاده التطوير، ولا بيتم على اساس ايه؟ بص حضرتك، الاجراءات بتبدا من الاول خالص. احنا بنعمل زياره لجميع المحافظات، لجميع المدن، عندنا فريق متكامل بينزل كل المدن، بيقول عندنا منطقه فلانيه ومنطقه فلانيه ومنطقه فلانيه في المحافظه، وبنبعت للمحافظه المنطقه ديت غير امنه، احنا شايفينها غير امنه، المباني متهالكه، عايزين من حضرتك البيانات الكامله عنها، كحصر السكان، مساحات، املاكها ايه،
بيجي لنا البيانات دي كلها، وبعد ما جينا ننزل تاني ندقق المعلومات دي. بعد ما ندققها بنضيفها المنطقه دي اذا كانت هي تنفع ومحققه المطالب اللي احنا عايزينها في تصنيف المنطقه العشوائيه، نضيفها لحاجه اسمها الخريطه القوميه. احنا عندنا ما انا عايز اعرف حاجه، التصنيف ده يعني 1 2 بقى في شروط معينه عشان اقول ان المنطقه دي عشوائيه، اللي هي ايه بقى؟ بص حضرتك، المباني متهالكه ده اولا، او خطر زي ما قلنا في الدرجه الاولى. دي الدرجه الثانيه للمباني المتهالكه، واقعه تحت خط ضغط عالي. دي مشكله رهيبه موجوده في مصر، واكبر محافظتين يعني معلش انا هخش في حته. ايوه انا عارفه. القليوبيه واسيوط. اسيوط فيها 7 خطوط ماشيين جنب بعض، منهم خط جاي رئيسي من السد العالي. دي مشكله رهيبه. دي ناس ساكنه تحت الضغط. طب هننقل الضغط العالي؟ مش تحتها، لا جوه الضغط العالي. طب هننقل ده ولا هننقل الناس؟ دي افكار بقى لازم نجيب الجهه المسؤوله دي، وزاره الكهرباء، او نشوف الجهه المسؤوله ايه الفكر اللي نقدر نعمله. ننقل الخطوط، ننقل الناس، ندفن الخطوط. دي الثلاث حلول اللي متاحه لينا. دي الدرجه الثالثه. الدرجه الرابعه اللي هم تقنين الحيازه، الناس اللي قاعدين على ارض املاك دوله، وبنحاول نقنن حيازتهم، ما يكونوش على ارض املاك دوله وبنين، لا انت هتقعد في المنطقه دي لازم نشوف وضعك ايه عشان نقنن وضعك عشان المنطقه دي المناطق اللي احنا بنشتغل على اساسها. بخصوص الضغط العالي، ودي مشكله رهيبه حتى بتقابلنا في القليوبيه. القليوبيه فيها 11 منطقه فيها ضغط عالي في حي شرق شبرا الخيمه. ما ينفعش يتنقل خط الضغط العالي، لا ينفع يتنقل لا في شمال ولا في الجنوب، لان في الجهه الثانيه في ترعه اسماعيليه، وفي الجهه الثانيه في حي غرب شبرا الخيمه. الموضوع عايز دراسه متكامله. المحافظه قالت تكلفتها 2 مليار، وده مشروع مش سهل. بنحاول على قد ما نقدر نحاول نشوف نطاق تاثير الضغط العالي وحرمه قد ايه، ونحاول ننزع الملكيه. هو ده حصل امتى يا فندم؟ معلش انا قاعده بسمع حضرتك كده ومش متخيله هذا الكم من العشوائيه، والضمير اللي مش موجود، والناس المغيبه اللي بتسكن، يعني انا مش عارفه يعني ده حصل امتى؟ بص اقول لحضرتك حاجه، الحاجه اللي تستغرب لها اكتر من كده ان الناس دي املاك خاصه تحت الضغط العالي واملاك خاص. ازاي؟ اما خط الضغط العالي ده اتعمل، مش المفروض يحرم؟ المفروض لما اتعمل ليه حرم ومحدش يسكن تحت. ايوه عشان كده انا بس هي الدوله كانت فين؟ لا الناس تعدت وكانت قبل كده كانت ارض زراعيه وكان فيها الضغط العالي، واتباعت واتقسمت ودخلت جوه كوردون المدينه، وبعد ما دخلت كوردون المدينه بقت املاك خاصه. موضوع سهل، مش غير كده. بس الناس ما عندهاش قابليه ان تنقل. بس يقول لك انا انا عايش في ملكي، انا مش في ملكي، هنقله بره ملكه فين؟ يعني لو عنده حتى 10 متر. طب فهمتوا مدى تاثير الضغط العالي ده عليه؟ ممكن يحصل ايه؟ بص حضرتك، انا مثلا كنت في زياره من قبل في نص رمضان في منطقه اسمها عزبه الصفيح في المنصوره. بعمل تقرير عشان اشوف الوضع ماشي ازاي. 7 ماتوا، منهم 2 ماتوا وانا واقف. ايه اقول ايه تاني اكتر من كده؟ لازم نتدخل. دخلنا في خلال اخر اسبوع في العيد. اتصلت مع الدكتور احمد درويش نائب وزير الاسكان، قلت له يا دكتور الموضوع صعب. قال لي لا اعمل لنا خطه ونشوف التكلفه، وجبنا تكلفه وان شاء يعني في الميزانيه الجديده دخلت الميزانيه الجديده وهنبدا نشتغل فيها في خلال شهور. يعني في خلال شهور هنبدا ندفن الكابلات الضغط العالي دي باي طريقه. القليوبيه دي ده عايزين نسميه، عايزين نقول ان ده مشروع قومي، لان 2 مليار جنيه في مسافه حوالي 2 كيلو ونص ضغط عالي دي صعبه مش سهله. لازم الدوله تمسكه بايديها واسنانها. لازم الموضوع ده صعب جدا فوق ما تتخيلي. هنقله فين؟ طب هندفن ازاي؟ طب هنعوض الناس ازاي؟ الموضوع ده لسه بيدرس وبنحاول على قد ما نقدر نعالجه. طب وهي الناس بتبقى بتقول لك ايه، ما احنا عايشين وما جراش حاجه، انتوا جايين دلوقتي بس انتوا عايزين بيوتنا وعايزين اراضي، يعني عدم الثقه ولا يعني بيبقى ايه رد فعلهم؟ بص حضرتك، الناس اللي تحت الضغط العالي مفيش عيله او كل 4 عائلات ما ماتش منهم واحد. خلينا نكون واضحين. ومع ذلك مش املاك خاصه. انت بتتكلمي في املاك خاصه في منطقه زي القليوبيه او في حي شبرا الخيمه، صعب ان هو يلاقي املاك خاصه في اي حته ثانيه. لازم صعب ان هو ياخد حته مكانها. حتى لو قلت له هترحل مثلا 12 13 كيلو، صعب ما يقدرش. طب لما هترحله 12 13 كيلو هتدي له ملك خاص ولا هتدي له ايجار؟ دي مشكله كبيره بقى. ولازم عشان احوله انقله 12 13 كيلو لازم اجيب املاك دوله. مفيش املاك دوله. طب هنقله فين؟ الموضوع متشابك، لازم نشوف له حل. المحافظ كان في اجتماع قبل في رمضان اللي فات قال ان في ارض املاك دوله هنبني فيها مباني، وقدامنا اقتراح ده وبندرسه دلوقتي عشان نشوف الوضع هنحله ازاي. ننقل كل الناس اللي هم تحت الضغط العالي، ننقلهم في المنطقه ديت. بس جينا اتكلمنا في الموضوع المهنه او الشغلانه اللي بيشتغلها هنعمل فيها ايه. حاولنا نشوف نعمل مواصلات بين المنطقه اللي فيها الضغط العالي والمنطقه اللي هتتبنى. دي بتدرس لسه. الموضوع متكامل في كذا. انا عايز اسال سؤال يا فندم، احنا طبعا فكره ان احنا بننقل الناس اي منطقه عشوائيه بننقل الناس من مكان لمكان، احنا الدوله بتتكلف طبعا مليارات علشان تبني هذه المناطق. طب لما يبقى عندنا مشكله زي مشكله شبرا الخيمه كده، ايه المانع من ان انا خلاص انا ما عنديش مكان، ما عنديش ارض دوله ابني عليها، وهم عايشين في منطقه خطر وانا لازم اهد المنطقه دي،
ايه المشكله ان انا بقى ما ابنيش منطقه تانية، انا اعوضهم بدل ما حد ادفع 2 مليار 3 مليار في بناء منطقه، انا ادفع من الفلوس دي تعويض للناس وهم خلاص يتصرفوا بقى يروحوا مكان تاني. فين المكان؟ لا هم يتصرفوا، انا هديهم فلوس. كلام حضرتك مظبوط جدا. ما هو انت الناس اللي جايه هجره من الريف للحضر معاهم جزء فلوس بس مش كتيره، ممكن ياخد شقه ايجار. صح؟ لا هو ليه بيجي يقعد هنا بقى ويحط ايده على المنطقه ديت، هي فاضيه يبني فيها عشه، العشه دي ممكن بعد شويه يبقى يحطها يعمل لها شويه اسات خفيفه. هو ده الطابع، هو ده الطابع اللي بيمشي عليه. لو اديته فلوس انا ما اضمنش ان هو يروح حته ثانيه يعمل لها عشوائيه ثانيه. ممكن ما يكونش في حي شرق شبرا الخيمه او شبرا الخيمه كلها، ممكن يجي على القاهره يعمل لها عشوائيه ثانيه. انا بلغي عشوائيه وبفتح بقى كان مكانها 50,000 عشوائيه ثانيه. لا الموضوع مش كده خالص. لازم يبقى الراجل اللي قاعد في العشوائيات ده لازم يكون عنده ثقه في الحكومه الاول، ودي احنا اكتسبناها في خلال السنه اللي فاتت. دلوقتي المواطن هو اللي بيجري علينا عشان نبدا يقول لنا انا عايز كذا وكذا وكذا، بس شوفوا لنا القانون بتاعكم بيقول ايه عشان ابدا اطبق ايه. ده عملناه مثلا في مشروع في السماكين في سوهاج. مشروع السماكين دول ناس بانيه في حرم النيل، وده ما ينفعش يسكنوا لان ده حرم النيل وعشش. فاحنا استغلينا منطقه مجاوره ليها ونقلنا ملكيتها وبعدين بنبني لهم عمارات. دلوقتي هم اللي قالوا احنا عايزين عمارات في الحته دي وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، طلباتهم كلها اتحققت لان القانون بيمشي مع طلباتهم. ايوه العمارات خلصت فعليا، هيبدا تسكيب في خلال شهرين 3. قريه السماكين دي هتبقى او منطقه السماكين دي هتبقى منطقه سماكين عالميه، لان احنا هنعمل المنطقه اللي هتهدي منها العشش دي عشان ما حدش يتعدى عليها زي ما قلت لحضرتك. هنعمل فيها سوق سمك صغير، هنعمل مكان لتصليح المراكب، تصليح شباك الصيد، هنعمل ترعيه كبيره، هنقنن وضع الصيادين هناك. دي في حد ذاتها هنفتح مجال ان المنطقه دي تبقى من اكبر المناطق فيها صيد. الحاجه الثانيه هنعمل كورنيش، هنعمل مرسى لليخوت. المراكب اللي كانت بتيجي من الاقصر لاسوان لا هنخليها توصل لسوهاج. هنحاول نعمل ده. عندنا امكانيات رهيبه بس الناس تساعد شويه. طب بس هل في خطط زمنيه لكل المشروعات منطقه السماكين ده؟ يعني حضرتك بتحكي وانا قاعده بتخيله صوره كده ذهنيه شكله هيبقى عامل ازاي، يبقى رائع جدا. هل في خطه زمنيه، فتره زمنيه محدده هنخلص فيها من المشروعات دي؟ احنا كان المشروعات كلها ولا مشروع السماكين؟ لا انا بتكلم على السماكين، احنا هنمسك مشروع يعني بتكلم على ده مثلا. حضرتك بتقول ان هم هتبتدوا تنقلوا الناس خلال شهرين، يعني المنطقه هتفضى خلاص ونبتدي نعمل عليها المشروعات اللي حضرتك بتتكلم عنها، المرسى وسوق السمك وهكذا. مشروع السماكين ده مدته سنه. المقاول جهاز الخدمه الوطنيه. جهاز الخدمه الوطنيه مش اشترطنا عليه، احنا تواصلنا معاه ان هو يشتغل ويحاول قبل السنه يخلص، لان الناس حالتهم صعبه قوي. هو يخلص قبل انتهاء السنه ب3 شهور. ده السكن، ده العمارات. انا بتكلم على المشروعات اللي جنبه بقى. المرحله الاولى بتاعت العمارات ديت احنا بنعمل حاجه اسمها مرحله ثانيه بدانا نشتغل فيها وجبنا وصلنا كمان لرفع العمراني، لرفع المنطقه اللي هنشتغل فيها، وهنبدا نعمل تلاحم بين اخر شهر في ده مع اخر شهر في ده، بس الناس ما تتعداش، نهد يكون شغالين في المرحله الثانيه في المشروع. الناس تتنقل. ده اللي احنا بنشتغل فيه. اخرها كان اخر اسبوع في رمضان دكتور احمد قال لازم ننزل نشوف الناس. نزلنا فطرنا معاهم في الشارع. الناس متجاوبه جدا لان هي اللي دخلت في الموضوع ده. التصميمات اللي معموله، العمارات اللي معموله ما تنفعش غير في سوهاج، ما ينفعش اجيبها احطها في اي محافظه ثانيه. ايوه لان لازم ندرس المنطقه بطبيعه ارضها ازاي وطبيعه جوها ازاي. العمارات اللي موجوده هناك درجه الحراره بتوصل ل 45. انت تخش جوه العماره من جوه تكييف طبيعي. الناس مبهوره. اشترطنا على الخدمه الوطنيه، الناس غلابه، حاول تخليهم يشتغلوا معاك. في 4 مثلا من السماكين بيشتغلوا مع الخدمه الوطنيه بمرتبات كويسه. الموضوع لازم يكون كده، مش هيمشي حته لا حتى عشان يحافظ على ولو عملها هيحافظ عليها. والله الدكتور احمد توجيهاته دلوقتي ان هم يديها لهم باجراءات رمزيه جدا، وعلى قد ما يقدر يملكها لهم. وديت هم طالبينها، بس القانون لسه بنحاول نطبقها. بس الفتره اللي جايه هتشوفي مشروع السماكين في سوهاج ده مش هقول زي الاسمرات لان دي 9 عمارات وده 137 عماره، لا ده حاجه ثانيه. يعني مشروع متكامل من الناس هم اللي عاملينه معانا مش احنا اللي عاملينه بس. وده مهم جدا لانه كم الهجره اللي بتحصل من سوهاج ومش لاقيين شغل، وبيشتكوا اهالي سوهاج شكوى فظيعه وما بقاش عندهم اراضي، يعني حالهم صعب جدا من اصعب المحافظات. سوهاج فيها 15 منطقه طبقا الخريطه القوميه اللي موجوده عندنا. اغلبيتهم مباني غير امنه، في منهم 3 مناطق في حرم السكه الحديد. دي السنه اللي فاتت احنا عملنا اتفاقيه مع السكه الحديد ومحافظه سوهاج ان هنبدا نطور المناطق دي. عدد السكان اللي فيها قليل جدا، فنبدا نديهم تعويضات او نشوف لهم اماكن بره بديله او ندخلهم في الاسكان الاجتماعي. ايوه وخدنا موافقه من وزير الاسكان على الموضوع ده. الموضوع كله في خلال 2-3 هيبدا في التمويل يبدا نشتغل فيها وننقل ال3 مناطق دول باي طريقه ونفضل المنطقه دي حرم السكه الحديد. بقيه المناطق اللي موجوده في سوهاج اللي هم ال12 اللي موجودين منهم منطقه السماكين اللي كنت اكلم حضرتك عليها اللي احنا اشتغلنا فيها،
فاضل 11 منطقه، ال 11 منطقه كلهم املاك خاصه. وفي منهم منطقه اسمها الكومه، دي واقعه على منطقه اثار. طبعا انا محدش عايز يسيبها، محدش يسيبها، ماسكين فيها طبعا. البيوت بتقع والناس بتنقب تحت، البيوت بتقع. احنا بندرس الموضوع ده بقالنا اكتر من سنه. مين الجهه اللي هتقدر تطلع الناس دي تنقلها في المكان اللي احنا عايزينه؟ الناس مش عايزه. بقول لحضرتك اعلاميا المفروض ما اتكلمش على ده، بس لازم نخلينا كل حاجه واضحه للناس كلها. المنطقه دي طب وزاره الاثار يعني حد يطلع الاثار دي عشان يبعدوا عن المنطقه، هم ماسكين فيها علشان سرقه الاثار وعلشان تهريبها. وزاره الاثار هتتجاوب معانا في الفتره اللي جايه، لازم نخلص الموضوع ده. منطقه الكومه دي فيها ناس، فيها اكتر من 1000 اسره، وفيها المباني، تنزلي في المباني تلاقي اكتر من حوالي 10 15 متر تحت الارض محفور، والبيوت متهالكه، وممكن واحد بينقب يروح البيت كله واقع عليه وميت. ليه؟ والمنطقه كلها ما ينفعش تتبنى مكانها، لازم تتسلم الاثار وهي على تبه عاليه. احنا لقينا كذا منطقه وبنحاول ندرس المناطق اللي هننقلهم فيها، بس لازم مستنيين الجهه السياديه اللي تقدر تخلصنا من الموضوع ده باي طريقه. ده مثلا في سوهاج. ده واضح ان سوهاج عليها مشكله، يعني مناطقها مش مشكله كتيره. سوهاج على فكره انا بقولها لك بصراحه يعني شعب سوهاج دول شعب رهيب في التعامل في كل حاجه. يعني كفايه ان هم ايام رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب استقبلوه استقبال حافل، وما كانش عارفين ان في حاجه تتطور، وطلبوا منه طلب واحد: ما تنقلناش قبل ما تبني لنا. فراح قال لنا ما تنقلهمش قبل ما ننقلهم. فده اللي حصل. الناس بقى قالت ان الحكومه بتسمع كلامنا، فاحنا نتجاوب مع الحكومه في كل حاجه. فدي ميزه. ساعات بتطبق في وجه بحري شويه، وساعات لا. في وجه قبلي كله بيطبق بصراحه. بس هرجع للقليوبيه تاني، يمكن كنا بدأنا وبعدنا عنها. القليوبيه فيها تم الانتهاء من 70 شقه والعمل مستمر على 11 منطقه عشوائيه لوحدها كده. القليوبيه 11 منطقه. 11 منطقه دول الضغط العالي. دول الضغط العالي. بس ضغط عالي. ضغط عالي. وفي منطقه واحده بس اللي فاضله اسمها عيش البكري جنب الضغط العالي. عيش البكري دي اكبر منطقه تجاريه في حي شرق شبرا الخيمه. ده احنا رجعنا لشبرا الخيمه تاني. طيب محافظات بقى البحر الاحمر، يمكن محافظات البحر الاحمر من المفترض ان هي عدد السكان فيها قليل، لانه ما هياش زي المدن اللي جوه، فرص العمل فيها اقل. ازاي دي فيها عشوائيات وفيها مشاكل عشوائيات؟ البحر الاحمر فيها 12 منطقه عشوائيه طبقا للتصنيف الخريطه القوميه اللي احنا معدينها. في منهم 5 مناطق درجه اولى، دول خطر زي الدويقه. ده مناطق سيول ولا فيها سيول؟ ودي احنا دفعنا تمويلها من السنه اللي فاتت. والمحافظه بتبدا تطور في المنطقه دي، تعمل تغير مسار السيل، الحاجات دي كلها بتدرسها طبقا للطبيعه الجيولوجيه بتاعت الارض. وفي حتى والله حاطط في الكلام بقى محافظ البحر الاحمر كان من فتره قال ان انا هقضي على شويه دول في خلال سنتين. احنا جبنا المحافظات بتاعت المناطق بتاعت البحر الاحمر وقسمناها على سنتين، وبدانا فعلا تمويل. وفي دفعه طلعت في رمضان اللي فات، دفعه كبيره عشان 4 مناطق في كل محافظات، في كل مدن محافظه البحر الاحمر. وبعد في السنه الماليه الثانيه هيبدا بقيه المناطق نشتغل فيها. في خلال سنتين هنقضي على المشاكل في البحر الاحمر كلها. ايه طبيعه المشاكل غير ان هم في منطقه سيول؟ في منطقه سيول طبعا يعني ممكن عرضه للوفيات، هد البيوت بتاعتهم، خاصه ان البيوت اساسا يعني ما هياش. ده الثاني كله درجه ثانيه اللي هي مباني متهالكه. والاسم المتداول في المناطق العشوائيه كلمه زرزاره. ففي عندنا منطقتين زرزاره في البحر الاحمر. الاسم ده متداول في كل حته فيها، يبقى زرزاره يبقى عشوائيه معروفه. زي مثلا في بورسعيد كان في منطقه اسمها زرزاره. دلوقتي اتغير اسمها بقت الامل، مدينه الامل بعد ما طورناها. بنشتغل في ال4 مدن بتوع محافظه البحر الاحمر كاملتين. يعني بنقسمه على مرحلتين. المرحله الاولى خلاص خدت دفعاتها وهيبداوا يشتغلوا فيها، وفعلا بداوا يشتغلوا فيها. المرحله الثانيه في السنه الماليه الجديده هنبدا نشتغل فيها. باشمهندس انا عايز اسال، هو في متابعه فيما بعد التسليم؟ يعني هل في متابعه مثلا لحي الاسمرات على اساس ان ده احدث حاجه موجوده في الوقت الحالي، ومش بس القاهره، متابعه للمحافظات ايضا اللي بيتم تطوير المنطقه فيها وتسليم الناس؟ مش لازم تبقى كومباوند، ولكن حتى عمارات سكنيه، متابعه بقى الناس وحياتهم والمحافظه على المنطقه الجديده اللي هم ساكنوا فيها. ما بداوش يبنوا فيها بشكل او باخر، واستغلال لاي جناين مثلا. لو اتعملت جناين ابتدى يتعمل فيها عشش يعني فكره، عشان كده بقول لك الفكر العشوائي اللي مسيطر على بعض من الناس. هل في متابعه لده فيما بعد؟ يعني مشروع الطلعه الدمرانيه خلص من حوالي 8 شهور او 9 شهور. اتعمل زيارتين للمنطقه متابعه. الزياره الاولانيه كانت معانا جمعيه اهليه بتدرس حاله الناس ايه تاني. يعني احنا مش هروح اشوف الناس كده كويسين المباني كويسه، لا، لازم نخش في الصميم على طول. فبناخد معانا الجمعيه الاهليه ونبدا نقعد مع الناس. بنشوف الناس حالتهم ايه، طب ايه اللي ناقصكم، طب إيه لو عملنا كذا يحصل ايه، لو عملنا كذا يحصل ايه. دي متابعه ما بعد التسكين. طبعا لازم هتلاقي عقبات،
خلينا نكون واضحين. زي ايه؟ يعني اقول لحضرتك مثلا الكلمه اللي قلت لك لحضرتك في الاول، في الترعه الدمرانيه الناس طبيعهم ريفي، فعايزين مكان مثلا لعربيات الكارو او الحاجات دي كلها. هتعمليها ازاي؟ طب والمنطقه اللي ورا مش املاك دوله، فحاولنا نخصص جزء ورا نعمله للجزء للحرفه دي او المكان او هم عايزين مكان يبيتوا فيه الكارو عشان ما يحطوش في مدخل العماره او على جنب العماير والحاجات دي كلها، دي بتدرس. وبناخد الجمعيه الاهليه نشوف مثلا، يعني مثلا ممكن نعمل قافله طبيه مثلا مع الجمعيه الاهليه زي ما عملنا مثلا في القليوبيه وعملنا في المنيا وعملنا في سوهاج. لسه ما بدأناش، مش عايز اقول بدأنا، هنبدأ في الفترة اللي جاية. لازم بنشتغل كده، فلازم الترعه الدمرانيه ده المشروع الوحيد اللي زرناه اكتر من مرة. المشروع ده كان صعب مش سهل. مثلا في الاسمرات، الاسمرات يكاد يكون اسبوعيا في متابعه للموضوع بالمشاكل اللي بتحصل فيه، والمشاكل كبيره مش مشاكل صغيره. بنحاول ندرسه ونشوف حله ايه. ده لازم متابعه بعد التسكين، بناخد وقت كبير قوي بعد بعد التسكين، ممكن نقعد سنه سنتين ندرس او نشوف الوضع ايه ونبدا نحله. بس بالنسبه لي، وده يمكن من ضمن الحاجات اللي هي يعني بتعكن على اي مواطن مصري محب لبلده ومقهور على اللي حاصل فيها في الاراضي الزراعيه، هل دي داخله ضمن العشوائيه ولا احنا ملناش دعوه؟ هم اعتدوا على الاراضي الزراعيه وبنوا عليها خلاص. يعني اللي يركب قطار القاهره الاسكندريه مثلا من 20 سنه كانت الأراضي دي كلها زراعه، كنت اشوف مباني كل الاراضي على الجنبين ده زرع، طريق زراعي اسمه كده، طريق زراعي. هو ما بقاش اسمه طريق زراعي. كم البيوت بالعشوائيه اللي طالعه بيها على الاراضي الزراعيه. اصحاب الاراضي وجهه نظرهم انه طب ما انا اولادي كبروا عايزه اجوزهم، طب انا هعمل ايه؟ فابني على الارض وده كبروا وهكذا، ويفضل وهم بيخلفوا ما شاء الله. فنلاقي فجاه ما بقاش في ارض زراعيه، بقى في عشوائيه، ما فيش تخطيط. ممكن كمان البيوت ما تبقاش اساسها كويس. هل دي داخله في ضمن تطوير ولا بص حضرتك ده ليها جهات اخرى بتتعامل معاها؟ لا بص حضرتك، لو هي الاراضي الزراعيه دي دخلت داخل كوردون المدينه، لا ما احنا مش بنتكلم على اللي دخل كوردون المدينه. يعني اقول لحضرتك هنتكلم على القليوبيه زي ما حضرتك اتكلمت على القليوبيه. القليوبيه اكبر محافظه على مستوى الجمهوريه بتعمل ازاله للتعديات على الاراضي الزراعيه. طب الناس دي بتروح فين بقى لما بتعمل ان بنشيل المباني دي؟ الناس اللي بتبني ويبني بيبني باساسيات ومعاه فلوس، بس هو عايز يتعدى عشان ابنه زي ما حضرتك بتقولي، لازم نشوف له حل. انت هتبني على الارض هتتهد. ما عادش في حاجه اسمها خارج نطاق القانون، كله داخل نطاق القانون. لازم هنطبق القانون بحذافيره زي ما بيقولوا. بنيت هتتهد. انما لو واحد حط عشه ده بيدرس حالته. ما ينفعش هيديله عشه، هو كده كده ملوش مأوى. فلازم ان المحافظه تدرس حالته ايه. ودي حصلت في بعض المناطق، مثلا يعني في بعض المناطق في ناس تعدت على الاراضي الزراعيه ومش عشه، خيمه. فالمحافظه نقلته لدار الضيافه في القليوبيه مثلا، نقلته في حته اسمها دار الضيافه في حي شرق او حي غرب شبرا الخيمه. وفي ناس اتنقلت قعدت في خيام جوه حي شرق شبرا الخيمه. دول بقى اللاجئين دول هتعملي لهم ايه؟ ما هو اللي يقعد في عشه صفيح ارحم ما يقعد في خيمه في الصيف. منتهى الخطوره ليه عليه؟ بنينا لهم 3 عمارات في حي شرق شبرا الخيمه وسميناها عمارات الايواء. طيب لطيف جدا ان احنا بنطبق القانون، بنتمنى يعني نطبق القانون على مستوى الجمهوريه كلها في اي حد يتعدى على اي حاجه خاصه بالدوله. وبعمل ازاله للبناء اللي تم بناؤه على الارض الزراعيه. طب ما هو الارض باظت، انا هعمل ايه في الارض دي بعد كده؟ وزاره الزراعه ترد على حضرتك. يعني احنا ما عندناش آلية اللي احنا نشوفها. يعني بيسلموها لوزاره الزراعه، ايه اللي بيحصل؟ المحافظه هي المسؤوله عن ده كاملا، مش احنا كصندوق. كان في غيبه من الدوله الفتره اللي فاتت في وقت الصراعات اللي كانت موجوده، الارض الزراعيه بقت تعدي عليها بطريقه صعبه. طبعا يعني هي طبعا زادت، بس هي على فكره من قبل ال5 سنين اللي فاتت. لا انا بتكلم انها كانت موجوده من قبل ال5 سنين، هي زادت في ال5 سنين طبعا. او المصلحه دي لها معنى بالظبط. وانا خايفه من ده بقى، ان احنا ما يبقى يعني ما هي النفوس البني ادمين وقله الضمير اللي بيدي تصاريح واللي بيعمل نفسه مش واخد باله ان في حاجات اتبنت على الاراضي الزراعيه. ما هو بني ادم ما عادش هتحصل بسبب ان مش عايز اقول محافظه معينه بعينها، انما دلوقتي المحافظين كلهم بيحاولوا قد ما يقدروا يشوفوا الوضع ايه، والمتخاذل في هذا يتحول للتحقيق على طول. وده بيحصل حضرتك في اي موقع لاي محافظه فيها تعدي فيها تحويل للتحقيق كتير قوي عشان الموضوع ده. فاحنا بنحاول قد ما نقدر نطلع بره النطاق ده خالص ونشوف الناس ليه بتعمل كده. مش هشوف الناس بنت ليه، لا ليه بتعمل كده عشان نمنعها من الاول. فدي ده بندرسه في الفتره اللي جايه ديت. يعني بنشوف الناس ليه بتحاول تلجأ للاراضي الزراعيه. ما هي بتبقى دايما بيتقال انه انا ما عنديش مكان اعيش فيه. قبل ما نفكر في دي لازم نكون احنا عارفين حله ايه. لازم كده. مش طب اللي بتدوا له يا فندم حاجته ده بيروح فين؟
بص حضرتك الحاله الماديه بتدرس كويس قوي، لو هو يقدر يبني او يقدر يشوف شقه تانية ده بهدله واسيبه، لازم يتصرف، ممنوع ان هو يتعدى تاني. وفي بعض الناس ما ينفعش فبحاول ابني لها. او طب وفي ناس بقى تجار جشعين بتبني عمارات عاليه وتكون اوريدي او بالفعل باعتها لمواطنين بعد شقق. ده بيتعمل فيهم ايه؟ ده دخل في غير المخطط بقى، هو بني عماره وما فيش اي انواع من انواع السلامه في الشوارع ولا في اي حاجه ولا في مرافق حتى. ده انا بتكلم على بناها على ارض زراعيه. لا الارض الزراعيه دي صعبه، حاجه مش سهله. احنا بنبني عماره على ارض زراعيه. لا ده بيتهد حتى لو 20 دور هيتهد. طب والناس اللي اشترت بقى؟ دي بقى حاجات قانونيه بتدرس، ما هو الموضوع كله داخل فيه اطراف كتير قوي. ما انا نفسي بقى الناس نوعي الناس النهارده انها ما تروحش تدي فلوسها لحد شايفه بعينها ان هو باني على ارض زراعيه. أيوة. في قانون دلوقتي. طبعا ده اللي بنحاول ندرسه دلوقتي. مش هستنى بعد ما يبني اشوف الناس حالتها. طب واللي بنى عماره كبيره ده يا فندم ده عقابه ايه يعني؟ انا هديها له خلاص لا لازم يتعاقب عشان عبره لمن لا يعتبر. طبعا ده لازم يتحول للتحقيق والحاول لازم نيابه وقضيه ده لازم واساسي، وفي تعويضات لازم يدفعها، وفي ناس دفعت وما خدتش فلوسها. كل ده بيتدرس في حاجات قانونيه كبيره قوي بتحصل في الموضوع ده. احنا بنحاول على قد ما نقدر نشوف المنبع ايه قبل ما يطلعوا بره، يعني قبل ما يبنوا في الارض الزراعيه. ده بندرسه وده بنعمل له تقرير مفصل، وبنشوف الناس طب هي ليه هتلجا للمنطقه دي الزراعيه؟ مش معنى ما لجأتش المنطقه دي. طب انا مش هطلع بعيد حتى واروح على المحافظات. زمان ومش زمان قوي على فكره، ده مثلا من 10 سنين كان الطريق الدائري لما بتنزل عند ترعه المريوطيه كده، كان الطريق ده فيه جزء كبير منه خضره، ما بقاش ده كله بقى على الطوب الاحمر. ده اتعمل فيه، ده هيفضل كده؟ ده بقى غير مخطط. ما هو المشكله ان ده غير مخطط، يعني هيفضل زي ما هو بس هيبقى غير مخطط. نبدا نشتغل فيه كمرافق وخدمات يعني مثلا يا خساره الارض الزراعيه. ما هو بص اقول لحضرتك حاجه، الموضوع مش سهل. انت بتدرسي موقف مش 10 20 مليون، لا ده 90 مليون. و90 مليون على الاقل في جزء منهم كبير بيحاول يتعدى، فلازم تدرسي الموقف عشان ما تحاوليش ان هو يتعدى تاني. الموضوع مش سهل. لا ما هو طبعا مش سهل خالص. قبل ما عشان فاضل لنا دقيقتين قبل ما وقتنا يا مع الاسف الشديد دي خالص. الاحتياجات المناطق العشوائيه بصفه عامه اللي هي اللي بيشتركوا فيها كلهم، التمويل المادي احنا محتاجين تمويل مادي عالي جدا، ده بيجي ازاي؟ او هل ممكن نعتبره مشروع قومي؟ هل ممكن يكون الدعم ازاي؟ بص المناطق العشوائيه بعد تكليف سياده الرئيس عايزين 14 مليار. 14 مليار. ما عندناش كل احنا ميزانيتنا كلها جايه من ميزانيه الدوله كصندوق تدوير العشوائيات. احنا ميزانيتنا السنه دي 1.5 مليار. ازاي اخلص المنطقتين قصدي المناطق دي كلها في سنتين ومعيش تمويل ما يجيبش ثلث او ثلث ما يجيش 1 على 100 من التكلفه دي كلها. الدكتور احمد كان فكر ان احنا نعمل مؤتمر اقتصادي، وعملنا فعلا مؤتمر اقتصادي ودعينا كل الناس المستثمرين اللي موجودين في مصر ورجال الاعمال، وفهمناهم يعني ايه عشوائيات، وفهمناهم ان انت لو اشتغلت معانا في العشوائيات هيبقى ايه مردودها عليك انت كمنطقه صناعيه او كده. وكمان خدنا موافقات او بعض المحفزات من بعض الناس ان احنا ناخد الضرائب اللي بيدفعوها رجال الاعمال دول هناخدها للعشوائيات. الناس تقبلت الموضوع وبتدرسه كويس قوي وبتسال طب احنا لو عملنا المنطقه دي هتاثر على ايه؟ طب احنا لو شفنا دي هنعمل ايه؟ الموضوع عايز توضح صوره كامله. الموضوع كله الناس فاهمه ان انا بهد وابني زي ما قلت لحضرتك. لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع انا بنمي الناس فكريا وبعمل لهم عمارات لايقه بيهم. انا نميت الطبقه كلها مش مباني بس، لا كل حاجه عملتها. فده اللي بنحاول ندرسه الفتره الجايه. بس طب خلال سنتين ممكن يحصل يعني تجميع لكل الاموال اللي احنا محتاجينها دي في يعني صندوق تحيا مصر الى حد ما، بس بيمول جامد معانا. بيمول جامد. احنا قسمنا اولا المشاريع اللي موجوده عندنا كلها قسمناها على سنتين. واحنا عايزين السنه دي 7.5 مليار والسنه الجايه حوالي 8 مليار. بنحاول على قد ما نقدر ندرس الموضوع ده ازاي ونجيب التمويل منين. صندوق تحيا مصر واقف جنبنا في الاسمرات في المرحله الثانيه وفي المرحله الثالثه. هنحاول نشوف برضك تمويل تاني من اي جهه تانية عشان نبدا نشتغل. مش هنقف عشان التمويل في الدوله ما فيش، لا هنحاول نساعد. بقول لحضرتك من المكان ده رجال الاعمال هم الاساس اللي هيبداوا يشتغلوا معانا. بس هل هم قابلوا المستثمرين رجال الاعمال؟ مش هقول كلهم طبعا، بس هل في جزء منهم يعني شايف ان مردوده بالنسبه له هيبقى كويس وبدا يشارك؟ في دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنشتغل عليها الفتره الجايه. طب الجمعيات الاهليه يعني في ناس كانت متحمسه قوي زي الفنان محمد صبحي مثلا، وكان في تطوير العشوائيات، في جمعيات اهليه متخصصه بنفسها تشوف مصر بشكل مختلف، ودي بيجي لها دعم بشكل او باخر. ممكن يبقى في تعاون مشترك ولا؟ مؤسسه معانا اللي هي تبع الاستاذ محمد صبحي بيبنوا منطقه كبيره قوي سكنيه للناس اللي ساكنه في العشوائيات. واحنا بنحاول نخش بتمويل معاهم كمان الفتره اللي جايه. بنحاول على قد ما نقدر نستغل ما الموضوع مش استغلال. بنحاول على قد ما نقدر نحاول ننقل الناس اللي في المناطق اللي موجوده الدرجه الثانيه
في المؤسسه معا، وده باتفاق بيحصل مع مع المؤسسه. في مثلا مؤسسه الأورمان بنحاول، هم اللي بيعرضوا مش احنا اللي بنقول لهم. عرضوا علينا نعمل قوافل طبيه لبعض الاماكن. خدناهم في القليوبيه، عملوا عمليات قلب مفتوح وعملوا عمليات عيون لبعض الناس. الناس مبسوطه. لازم ان الفكر يبقى واضح للناس عشان تبدا تشتغل. طبعا في مؤسسات كتير او جمعيات اهليه يتمنوا، يعني في جمعيه في سوهاج في طمع عايزين يشتغلوا معانا في اي حاجه موجوده. في اي حاجه. هو ده شيء رائع وجميل وحقيقه، يعني انا سعيده بهذا اللقاء، وانه الواحد يتخيل في خلال سنتين ممكن يبقى شكل البلد إن شاء الله مختلف. بس انا اللي برجوه وبتمناه ان يبقى في رقابه اكتر من كده، ما نبقاش بنشتغل وبنتعب وبنلم فلوس من كل حته نقدر عليها علشان نحسن من شكل الدوله ونحولها لدوله حضاريه بدل ما هي فيها جزء عشوائي. ان احنا يبقى في عندنا مراقبه على الاراضي اللي بيتم التعدي عليها، يبقى فيها مراقبه. طبعا ده يمكن صندوق مش مسؤول، بس انا بوجه رساله يعني انه يبقى في مراقبه على تعدي على الاراضي، ومراقبه على انه اي منطقه عشوائيه لازم تباد من اولها، مش لازم نستنى لما نطلع عشان نحسن من اوضاعها او نطورها. بنتمنى ده يا باشمهندس. ان شاء الله الفتره الجايه اللي احنا اتكلمنا مع وزير التنميه المحليه على الحاجات دي كلها، واتكلمنا مع المحافظات على جميع مع جميع المحافظات بتاعت مصر كلها على الجزء ده. مش عايزين عشوائيات تانية يا رب، وان شاء الله هنوصل للموضوع ده ان شاء الله. يعني البركه في المحليات ده اللي بنتمنى ان هي تقوم بالدور بشكل احسن من كده. باشمهندس اسامه اسماعيل، اداره متابعه مشروعات الجمهوريه بصندوق تطوير المناطق العشوائيه، انا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب دايما على مجهودكم ده. ربنا معاكم. بشكرك وبشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه، والى اللقاء. في عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. في عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. وأتم